برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. صباح الخير أو مساءه حسب التوقيت اللي بتسمعنا فيه. أهلا بيكم في برنامج أغرب الحكاوي مع أشرقت فوزي على برونتو اف ام. كلنا زمان كان عندنا الساعة أو المنبه اللي بينوروا في الضلمة. لو انت ما حضرتهمش أكيد حد من باباك أو مامتك حضروهم. الاختراع ده وراه قصة مأساوية جدا. القصة بدأت سنة 1917 في ولاية نيو جيرسي. كانت لسه ظاهرة موضة الساعة اللي مطلية بالراديوم اللي بتنور في الضلمة، وساعتها كانت شركة US راديوم كوربوريشن هي المسؤولة عن استخراج الراديوم، واللي كان وقتها وفير جدا. قامت إدارة الشركة قالت يلا نعمل اختراع يعمل قلبان في السوق. قام مدير الشركة بتوظيف بنات كتير جدا بمرتبات عالية، مهمتهم إنهم يدهنوا أرقام وعقارب الساعة بالراديوم المشع، والموضوع ده كان محتاج دقة شديدة جدا. وعشان الموضوع يكون سهل عليهم قال لهم مدير الشركة إنهم يستخدموا شفايفهم بعد الانتهاء من كل مرة عشان الفرشة تكون رفيعة وتسهل عليهم شغلهم، ووهمهم إن الراديوم مادة لامعة وهتزيد من جمالهم. طبعا البنات أخدت التعليمات من هنا ونفذوها بالحرف، وبدأوا يبلعوا الراديوم من غير ما يعرفوا المخاطر اللي هتوصل بعد كده. ومع الوقت بدأت تظهر آثار المادة على بنت اسمها إيميليا، كانت دايما بتشتكي من ألم في فكها وأسنانها، لحد ما راحت للدكتور وبضغطة معينة راح فكها وقع في إيده. بعدها بفترة بسيطة جدا ماتت، وسبب وفاتها كان موضح ولكن تم إنكاره في شهادة الوفاة، والمرض كان اسمه التهاب الفم التقرحي. وبعد فترة بدأت البنات تحس إن فعلا في حاجة غريبة بتحصل لهم بسبب المادة دي، وعشان مرتباتهم في الوقت ده ما كانوش يحلموا بيها كانوا بيوهموا نفسهم إن مفيش حاجة هتحصل. وفعلا بدأ تأثير المادة يظهر على معظم البنات، اللي مرضت واللي أعضاء وشها وقعت واللي ماتت. وفي الوقت ده سنة 1939 قرروا إنهم يرفعوا قضية ضد الشركة، لدرجة إن في بنت اسمها كاثرين قدمت شهادتها وهي في أواخر أيامها. وأخيراً كسبوا القضية بعد ما مات منهم كتير جدا. اتعرفت باسم فتيات الراديوم، وتعتبر قضية مهمة جدا وقتها. وبكده نكون خلصنا حكاوي النهاردة. استنونا في حلقة جديدة على برونتو اف ام في برنامج أغرب الحكاوي مع أشرقت فوزي.